سرلت ديكال ولت. الجمال والمظهر الخارجي للعصرية والطيب والكرم للأبدية، هذا هو شعارهم لحياة الإنسان. فكيف لو اجتمعت حلاوة الوجه مع الأخلاق والأصل على هيئة الشيشان؟ نعرف عن شو عم نحكي في يومنا الشيشاني. فعيرة دكخل شموخ عجدو، صباح الخير وكيف حالكم؟ كلمتين أخذت مني لأحفظهم بس ثواني. وهلأ زي ما أنتم شايفين طالعة شيشانية سمرة، زبطت ولا ما زبطت الله أعلم. موجودين الآن في أزرق الشيشان الجنوبي، أزرق الشمالي اللي هي الدروز، أزرق الجنوبي اللي هي الشيشان. موجودة في شرق، في البادية الوسطى شرق الأردن، يعني مناطق الشرقية الأردن المحاذية للحدود السعودية. في 27 كتأسيس الأزرق بحكي، ولا هم إجوا قبل وكشفوا على الموقع، والمرحوم الشيخ حديث الخريشك دلهم على الموقع، وكانوا يستنوهم في القصر الأزرق الشمالي. فهم أول شيء شو بيسووا؟ بيقطعوها لاينات مشان الأهالي يسكنوا، وهذا قطعة لك، هذا قطعة لك، هذا قطعة لك، تفتحوا شوارع. وأول بناء بيعملوه مسجد جامع، وين ما بروحوا بيعملوا مسجد. بعدين جابوا الجاموس، هم اجوا أصلا عشان يربوا الجاموس والأبقار، لأنه هاي منطقة الدشن احنا بنسميها، اللي منطقة المستنقعات الضحلة الموجود فيها. موجود فيها طبعا معناته مستنقعات، معناته مياه، معناته في حشائش، في معناته تقدر في خضار وفي بحيرة. طبعا كان تقدر تقولي طول الموقع الآن اللي بحكي عنه الدشة حوالي 10 كيلو في 2 كيلو ونص تقريبا. يعني هذا موقع كله مي، عبارة عن برك. أسسوا جمعية هذا، ودخلوا في صناعة الملح، وكانت ناجحة جدا. الجمعية قوية، من أقوى جمعيات الشرق الأوسط كان جمعية الأزرق التعاونية. قدر الشيشاني يحافظ على هويته؟ نعم، يعني على لغتنا محافظين، على عاداتنا محافظين، وعلى تقاليدنا محافظين. حتى الفضل يعود للعائلة الهاشمية اللي خلتنا نحن ما ضغط علينا لا في لغتنا ولا في عاداتنا، بعكس الدول المجاورة. سألتي مثلا شو الطبخ الشيشاني مع الأردني. هلا لاحظي الشيشان ما كان في مثلا ملوخية تعلمناها هون، البامية. هلا هذا الطبخ هذا حطوا فيه العشب اللي بيطلع في منطقة الأردن، فعملوا فيه هذا اللي راح تاكلي سواء سبانخ أو بقلة. هذا كله تعلمناه، جزء خلط ما بين التراث الشيشاني والتراث الأردني والعربي. بالنسبة للخبز حكينا إنه هذا من القمح، ونسبة بسيطة من القمح الأبيض مشان يقدر يكون غذاء كامل. وهو بنعمل زي ما حكينا بالفرن. الفرن الشيشاني بتميز إنه هو معمول من طين، وبنحط فيه الحطب الطبيعي، ما بنحط فيه الكاز ولا الديزل. فأنت لما تشوفي ما فيش فيه مواد كيماوية، كل شيء طبيعي بكون. الست هي اللي بتفض النزاع أو بتوقف الحرب عند الشيشان. بمجرد ما تيجي توقف وترمي شالها عن راسها بيجمد الفرسان، بحطوا راسهم بالأرض لحتى ما يشوفوا شعرها، وهذا كنوع من الاحترامات. وهلما وجرة هيك عندهم العادات. القلبك هو الفروة اللي بيلبسها الرجل عند الشيشان وبيحطها على راسه. امتاز فيها لباسهم من كتر صقيع البرد في بلادهم. ولما سألوه طيب ليش الفروة من برا وكيف بدها تدفيك، حكى لهم زي ما الله خلق الصوف للخروف. هي أجت في سبيل النكتة، بس فعلياً هي معلومة صحيحة. أستاذ علي، تحكي لي أكتر. عادات الشيشان كتير غريبة وكتير دقيقة بتفاصيلها، فياريت تحكي لنا بداية عن لباسكم، لباس الرجل والقلبك، وكمان لباس الست.
اللباس هو اللباس الفرسان اللي القديم اللي كانوا يلبسوه أهل الشيشان في القوقاز. فهذا بتكون من الجاكيت الطويل، وبعدين هون في صف من القصب. هذا القصب عادة بيكون محشي فيه البارود، لأنه البارودة هي والشالطة تبعته اللي بيحملها هذه من مقومات الفارس الشيشاني. لباس الست زي ما بتشوفي طبعا وكأن ولا إنها ست، يفترض فيه إنه يكون حلو ومرتب ومزركش وفيه تطريزات حلوة. احكي لي كيف السلامات، كيف إلقاء التحية، وإيش المقصد منها وإيش الدلالات تاعتها؟ هذا السلام، إحنا عادة السلام تبعنا إنه بأخذ الواحد في الحضن، سواء لما تكون من رجل لرجل، إنه بقدم قلبه لليسار لقلبه إله، إنه أنا قلبي معك. من اليسار ببلش. من اليسار، وبعدين بقدم لليمين إنه أنا ذراعك اليمين. ما دام أكبر سن الموجود الكل قاعدين، الكل واقفين، ما بيقعدوا إلا لما يقعد أكبر واحد سنا. شو قصة النسيب اللي بيقعد على طرف الباب المعتر؟ هذه بتكون إنه دير بالك، أنا مسلمك بنتي وهي أغلى ما عندي، فدير بالك تفكر في يوم من الأيام إنك تعلى علي. أي لحظة ممكن أنا أشد لك إذنك فيها هذه، فيفترض فيك إنك واقف هناك، ظلك واقف عند الباب، أو تقعد يكون حتى يستأذن ويقعد لحتى يأذن له إنه يقعد. الواحد ما بيحمل ابنه قدام أبوه أو قدام نسيبه والد زوجته، لا يمكن إنه يحمله أو معيب جدا. فبقول له شو يعني أنت صاير أب بدك تعلى علي مثلا؟ لا. الهجرة كما رواها لي والدي رحمة الله عليه، كان هناك في توجه في روسيا للقيام بثورة لإزالة النظام طبعا الإمبراطوري هناك وتأسيس نظام جديد، وكان حجتهم في ذلك أنهم سيعملوا على خدمة العمال والمزارعين والفلاحين. فقال الشيخ بعد ما نام رأى في المنام شخص كبير وسأله، قال له عندنا إحنا هنا دعاية في البلاد تنتشر في كل مكان يقولون كذا وكذا، فما رأيك أيها الشيخ الجليل؟ فقال الشيخ ستأتي عليكم سنوات صعبة جدا، يعني بمعنى آخر قال ستأتي عليكم غمامة سوداء تغطي البلاد كلها بحيث يصبح المسلم لا يستطيع أن يقوم بواجباته الدينية. فمن يرغب بالمحافظة على دينه ويحافظ دين أبنائه وذريته فليهاجر إلى البلاد الإسلامية. عندما وصلوا إلى حدود حلب، منطقة حلب بين تركيا وبين سوريا، كانوا في الطريق يعني يستفسروا باستمرار، يستفسروا وين وصلنا، وين إحنا، كل قرية يصلوها يستفسروا. فلما قالوا لهم أنتم الآن على مشارف الأرض المقدسة بلاد الشام، من كثر الانبساط لهذه المفاجأة السارة في نفوسهم فتذكروا قول رب العالمين لسيدنا موسى عليه السلام: اخلعن عليك إنك في الوادي المقدس طواه. طبعا شلحوا من أحذيتهم كلها، توضأوا وصف كامل كبير جدا، ومع الشيخ صلوا صلاة شكر ركعتين لوجه الله تعالى أنه أوصلهم إلى الأرض المقدسة. بداية مع أي طبخة اللي اسمها قلنش؟ قلنش هاي العجين أول نساوي هيك، بنقصقص منه وبنرفعه زي هدول. وإيش محطوط فيه؟ بس عجين لحاله؟ بس عجين بس ملح، بس ملح. يعني دقيقة، طريقة تحضيره كيف بالضبط؟ احكي لي كمان مرة. لما تعجنيه يابس شوي، مش طري، هذا لأنه ضله هيك صار طري. عاد بتساويه هيك زي ما بنساوي هيك طريقته،
ايش بتعملي فيه؟ بتخليه طبقة رقيقة صح؟ طبقة رقيقة، بعدين بنقص منه حلزوني على شكل حلزوني. شكل الحلزون. ايوه هيك بنقصصه هيك. وبعدين شو بتعملوا فيه؟ الخطوة اللي بعديها هيك. ايش عملتي بالضبط؟ لحظة. هاي عبارة عن انه فركنا، ضغطنا على شايفة بتنقلب من هون. ايوه هاي لما تغليها نضغط عليها بتفوت فيها شوربة، فلحالها بتقلب. شايفة كيف؟ بتضغطوا عليها، ليش هاي الحركة طيب؟ عشان لما نغليها ما تكون العجين كلها، تكون فاضية وجواتها شوربة، تدخل الشوربة عشان ما تعجن. ما بتعجن. وبيطلع طعمة الشوربة فيها. طيب بس في كمان هون على الغاز كمان اشي اسمه مانتش. هذا مانتش. ايش اسمه؟ مانتش. مانتش عبارة عن شو؟ عبارة عن عجينة نعجنها، عبارة عن طحين بنعجنه شوي أطرى من عجينة القلنش بتكون. أو القلنش لازم تكون يابسة العجينة. شوي شوي هذا أطرى. هذا أطرى. وبنتركها ترتاح شي ساعة زمن. قبل ما نغطس في الأكل يعني كل دقيقة بنكتشف شغلة جديدة من عادات وتقاليد الشيشان، آخرها وليس آخرا يعني الشوكة. احكي لنا شو قصة الشوكة. هاي الشوكة جابوها الأجداد، ما كانت موجودة بالأردن أصلا، ولما إجوا لهنا جابوا الشوكة معاهم، والأكلة هاي ما بتتاكل إلا بالشوكة. وهذا دليل على شو إنهم جابوا الشوكة معاهم؟ هذا إنه كانوا متحضرين من زمان يعني، مش من جديد. طيب أنا على كل حال قبل الأكل حب أشكركم كلياتكم وكل جمعية شباب وتعاونوا على البر والتقوى، يعني بكل إشي حتى شعاركم أنتوا حلوين. شكرا كتير، والشكر الأخص كمان لأبو حمزة على جهوده، ما قصرتوا. شكرا. خون نخ أزرقيح، 5 صفات بتجتمع بالفارس الشيشاني: زقرت، صادق وأمين، وبالمعاملة بفهمك شو يعني الدين. الشيشاني ما بجامل وبيحكي للأعوج بعينه انت أعوج وأناني. عن جد وونو خاز ددر نخ تشيتسي أزرقيح. أحلى يوم كان مع الشيشان. لحلوة يا دنيا زينا صندوقة من الأزرق الشيشاني.